انا الحاجات دي كلها عايزاها تدبل، انا مش بسبك، انا عايزه الحاجات دي كلها تدبل، مش اكتر من كده. تدبل تدبل، والميه اللي هتطلع من البصل والطماطم هي اللي هتطلع لي الصوص اللي في الصينيه. هنا بقى الثوم اللي معايا اقطعه كده حوالي 3 فصوص 4 فصوص كبار كده. بصوا قطعوا شرايح ازاي. حطيت هنا الثوم وادي قرن الفلفل، احط منه كتير اتنين بس. بصوا ريحه الثوم مع البصل مع الطماطم ريحتها مش قادره اوصفها. بصوا انا ما حطيتش كتير، ريحه بس. في الوقت ده بقى انا هتبل، احط التوابل بتاعتي. بصوا البصل ما تدبلش ازاي عشان احنا مقطعينه تخين، شايفين عاملين ازاي البصل عشان احنا مقطعينه تخين. بصوا ما تدبلش معايا خالص ازاي. لما اجي هنزل بكمون، رشه الكمون دي هتودي البطاطس في حته ثانيه. هنزل فلفل اسود، هنزل بملح. انا ما نزلتش بملح كتير عشان الفراخ حايقه، خليكم عارفين ان الفراخ حايقه، عشان ما تنزلوش بملح كتير، هو الملح على قد البطاطس بس. كده هطفي عليها. اجيب طبق تاني وهقسم الخلطه دي اتنين. شايفين كل ده هيطلع دلوقتي مع البطاطس، هيدي طعم حلو قوي للبطاطس. اجيب بقى البطاطس وبصور لكم كده. انا نزلت بالبطاطس، هنزل بقى بالخلطه اللي احنا شلناها على البطاطس مش على الفراخ، على البطاطس مش على الفراخ. خليكم فاكرين ان احنا بننزل على البطاطس مش على الفراخ. انا الفراخ عايزه احس ان هي مشويه. خلاص كده اهوت. هبتدي بقى ارص الفراخ بتاعتي، اللحم من فوق والعظم من تحت. انا رصيتها كده. هنزل بقى عندي كبايه، عندي الجناح بتاعها، هنزل بيهم على جنب. واي سوائل نزلت من الفراخ انا هنزل بيها. خلي بالكم ان احنا لسه ولا حطينا ميه ولا حطينا اي حاجه، فاي السوائل اللي نزلت من الفراخ هنزل بيها كده. بقى اللي فيها ورق فويل وادخلها الفرن. بعد ما تطلع من الفرن هوريكم بقى الجمال. وهنا هنزل بالصينيه اللي كان فيها الفراخ، نص كوبايه ميه سخنه. ادخلها بقى الفرن واوريها لكم بعد ما تطلع من الفرن عامله ازاي. تعالوا بقى مع بعض نعمل